بجد الفيديو ده اللي قالوا عليه ده عمرنا واحنا بنرمي قشر البصل. النهارده هقول لكم على فوائد كتيره جدا وخطيره جدا ليه، وهنعمل منه 3 4 حاجه 5 حاجات كمان مفيدين جدا لينا، وبجد مش هنستغنى عنه تاني، وهنعمل منه حاجات كتير. فعلا قشر البصل كنز في بيتنا واحنا ما نعرفش، بجد بنرميه واحنا مش عارفين قيمته قد ايه. يا ريت لو اول مره تشوفيني قبل ما نبدا الفيديو اشتركي في القناه، اشتراكك ينورني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان لو كل فيديو جديد يوصلك بشعار ان انا عملت فيديو جديد النهارده. هجيب حله وهبتدي اغلي ورق قشر البصل فيه، احط عليها كوبايتين من الميه او 3 كوبايات من الميه. عايزه اقول لكم ان ليه فوائد خطيره، فوائد عظيمه جدا لا تعد ولا تحصى. يعني لو فاتك الفيديو ده فاتك كتير لانه مهم جدا. معايا قشر البصل، هبتدي بقى احط 4 كوبايات ميه واغطي البصل كده واقوم مغلياه. اول ما احط على النار عشان خاطر نمحي ريحه البصل خالص، هحط عليه 3 4 حبايات من القرنفل. هتشوفوا طريقه البصل دي وهنعمل منها كذا حاجه مهمين قوي. هنحط على نار عاليه، نار متوسطه، المهم ان احنا عايزينه يغلي معايا وينزل اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. معايا 4 5 6 حبايات من القرنفل، هضيع ريحه البصل خالص عشان ما تقلقوش من ريحته. وبجد يعني ايه، بصوا بقى عايزاكم تركزوا كده في اللون. شايفين اللون لسه ما ظهرش معايا اهو. هتشوفوا اللون بعد ما يغلي هيبقى عامل ازاي. شايفين اغماء القشر طلع منه لون فظيع ازاي، اللون مركز رهيب. يعني اللون البصل يعني ايه فظيع، شايفين لونه ده الشكل النهائي لون البصل، وريحته فظيعه، ريحته قرنفل طبعا، ما ريحتوش بصل خالص. وهنعمل منه حاجات دلوقتي كنز خطير هيطلع لنا افكار كتيره كتيره جدا. انا هاخد الميه بتاعه البصل وهسيب القشر برضو، القشر ليه استفاده كبيره برضو. اول حاجه هنجيب بخاخه، معايا بخاخه فاضيه ومعايا عشان احط بيه عشان ما يكبش مني. لو انت عندك اي حاجه تعرفي تحطي بيها مفيش مشكله، انا عندي بخاخه زيت شعر. عندك بخاخه فاضيه حابه تحطي منها على اي نوع زيت انت حباه، ده زيت انا كان عندي زيت وحطيت عليه ميه البصل، واحطه في المكان الفراغات اللي في الشعر، بيملى الشعر. ومن حين لاخر تحطيه مش كل يوم. ده نوع اي نوع زيت عندكم، اخلطي بيه ميه البصل وشوفي النتيجه هتبهرك جدا، لانه بجد رهيب. ادخلي على جوجل وشوفي الاستفاده، استفاده ميه البصل دي خطيره، قشر البصل ده خطير خطير بجد، مش هتستغني عنه بعد كده. اول حاجه عملتها ان انا والخطوه التانية بقى اللي احنا نعملها مع بعض ان هي بحاجه بقى بترطب البشره خالص. معايا معلقه نشا كبيره، هنزل عليهم بمية البصل. مية البصل الكنز الرهيب اللي احنا مش عارفين بقيمته، بيغذي البشرة خالص وبيرطبها مع النشا وبيعيد حيويتها من تاني وبيعالج كمان الشيخوخة، لانه بجد رهيب. يعني انت لو شربت مية البصل دي بتعالج الاكتئاب وبتعالج الشيخوخة وبتعالج المستوى الكوليسترول في الدم. يعني ليه فوائد كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى. انا معايا ميه البصل ونزلت عليها بمعلقه النشا، هعمل ماسك رهيب للبشره. انا هجرب لكم دلوقتي بجد فظيع. شايفين انا جربته على ايديا، جربوه انتوا على البشره على وشكم، هتلاقوه رطب البشره وعالجها من الحبوب ونضف البشره خالص من البذور، لانه بجد يعني معالج قوي جدا. شايفين عملت ماسك رهيب اهو، من غير يعني بحاجات موجوده عندنا في البيت واحنا مش عارفين بقيمتها. انا خلصت الماسك وتعالوا نشوفوا بقى الخطوه الثالثه اللي احنا نعملها. معايا اي نوع بلسم انت حابه تستخدميه، انا ده منك، انا بحب استخدم منك بلسم. هقول لكم بقى على حمام كريم رهيب للشعر ويرطب الشعر ويشيل القشره من الشعر. ولو عندك اكلان في الشعر او شعرك من القشره بيعمل اكلان، ده بيرطب الشعر خالص ويرطب جلد الشعر. ده بقى حمام كريم رهيب. لو انت خلطت عليه عليه ميه البصل، انا حطيت منه عليه ميه البصل على البلسم ده، فظيع. لو انت عايزه تخلطيه على الشامبو وتغسلي بيه شعرك برضو فظيع. انا عملته زي حمام كريم، لو انت عايزه تخلطيه على الشامبو هيديك نتيجه حلوه جدا، لان فوائد ميه البصل كتيره قوي. ومعايا معلقه قهوه، معلقه القهوه دي بتتماسك مع زي ما يكون حمام كريم رهيب، بيخلي الشعر يعني بيتفرد بسرعه. وهيشوف النتيجه لما تشوفي تجربي حمام الكريم ده بميه البصل والبلسم ده. يعني خلطة رهيبة جدا، جربيها بجد، يعني هتكتبي لي في التعليقات وهتدعي لي. حاجات كلها مفيدة جدا، ولو دخلتوا على جوجل زي ما قلت لكم هتشوفوا فوائدها لا تعد ولا تحصى. تعالوا بقى نشوف بقى احنا هنعمل دلوقتي مج كده. المج ده بقى مفيد جدا، عايزه اقول لكم ان هو ليه فوائد.
بيساعد في حفظ مستوى ضغط الدم وبيقضي على الاكتئاب. وعايزه اوريكم بشره ايدي بعد الماسك اللي انا عملته، فظيع بجد، يعني فرحانه قوي بالماسك اللي انا عملته لان عمل لي نتيجه بسرعه سريعه. وعملنا زيت للشعر رهيب، وعملنا حمام كريم، وبجد كلها فوائد مهمه وسريعه، وحاجه كده كنز في بيتنا يعني. وده بيحرق الدهون كمان اللي في الجسم يا جماعه، وليه فوائد رهيبه، بجد استخدموه. عايزه اقول لك الناس اللي عندها زرع وعندها زرع في البلكونه او كده، ممكن ننشف ورق البصل ده وتحطيه، تنشفيه خالص وتحطيه في التربه، ده بيساعد في نمو التربه. او ممكن تنشفيه وتعمليه بصل بودر، بيبقى برضو